بسم الله الرحمن الرحيم. مقال بعنوان كيف أتعلم علم النفس، بقلم ليلى عزيز، نشر على موقع موضوع. علم النفس هو أحد العلوم الإنسانية التي ظهرت حديثا بشكل مستقل رغم وجود جذور تاريخية لها في كل علوم الحضارات القديمة. ويختص هذا العلم بطريقة أكاديمية وتطبيقية بدراسة السلوك الإنساني، ويعتمد في ذلك على طريقتين رئيسيتين منذ انطلاقه كعلم مستقل. الأولى محاولة دراسة الإنسان من الداخل، أفكار ومشاعر، والثانية دراسته من الخارج، أي البدء من السلوك نفسه ومحاولة تحليله بأسباب ظاهرية أو مادية. وبعد ذلك ظهرت الكثير من المدارس التي تحاول فهم السلوك الإنساني وتطوره والسيطرة عليه، وفي بعض المجالات خاصة في علم النفس التطبيقي. فروع علم النفس: هناك عدة فروع لعلم النفس، أشهرها 5 فروع كبيرة التي تندرج تحتها غالبية مدارس هذا العلم، وهي علم النفس التجريبي، علم النفس الفسيولوجي، علم النفس التحليلي، علم النفس الاجتماعي. وكل واحد من هذه التيارات له نظرياته وتطبيقاته التي يعتمد عليها في فهم السلوك من حيث هو حدث له مسببات ودوافع. تعلم علم النفس. يمكن تعلم أشياء كثيرة عن هذا العلم دون التخصص فيه عبر التعرف على مدارسه ونظرياته ومعرفة أساس تلك النظريات في بناء مفهومها وكيفية تطبيق دراساتها. بعد ذلك يمكن اختيار المدرسة التي تراها أكثر إقناعا والتعمق في نظرياتها بشكل مفصل أكثر حتى تعرف كيفية التعامل مع السلوك البشري. ويجب أن تعرف أن هذا علم حقيقي قائم بذاته، لا يتبع لا للأهواء ولا للحدس ولا التوقعات، إلا إذا كانت هذه التوقعات وهذا الحدس قائما على معرفة قبلية بعدة عوامل تجعلك قادرا على تحليل السلوك وتوقعه. من أكبر أهداف مدارس علم النفس معرفة آلية التحكم بالسلوك والتنبؤ به، وتركز على هذا الهدف بشكل كبير كل من مدرستي علم نفس النمو وعلم النفس التجريبي. بينما علم النفس التحليلي تركز على تحليل السلوك لفهم الكائن البشري من حيث هو عقل وشعور ومخزن لما يمر به من تجارب. ويمكن أن توظف ذلك بإنتاج أنماط سلوكية معينة، لكنها غالبا ما تستخدم ذلك بالعلاج النفسي الذي يكون هدفه فهم الإنسان بوصفه كائنا معقدا وليس التحكم فيه بوصفه كائنا منتجا أو غير منتج. نقطة أخيرة: لا يلزم للشخص الذي يود تعلم علم النفس بشكل معرفي بسيط أن يتعمق بكل تفاصيل هذه المدارس، بل عليه فقط أن يقرأ نظرياتها عبر كتب علم النفس التعليمية ويكون معرفة بسيطة عنه يستطيع استخدامها في حياته اليومية وفي تعامله مع المحيط. وعليه أن يبتعد عما ينتشر على شبكات التواصل الاجتماعي حول علم النفس من دراسات غير علمية وتجارب غير جادة واختبارات سيئة، كونها تضلل وتعطي معلومات خاطئة لا تمت إلى العلم الحقيقي بأي صلة. السلام عليكم ورحمة الله. تنويه: جميع المقالات التي تقرأ بصوتي على هذه القناة تعبر عن رأي كاتبيها، وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي القناة، ونختارها من أكثر المقالات التي تلقى قبولا لدى القراء على المواقع العامة أو الشخصية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعمل في الإسهام في تنمية الثقافة العامة للجميع لغير المتفرغين للقراءة أو من يفضلون السماع، وذلك بنشر المقالات صوتيا. والسلام عليكم ورحمة الله.
اشترك معنا في قناتنا بالضغط على اشتراك لكي يصلك كل جديد على قناتنا بإذن الله سبحانه وتعالى.